كان في حكمة عظيمة كده بتقول لك زمان اللي خايف يحط أحمر شفايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة من حلقات ليالي دوري نايل والحديث عن لقاء الزمالك وبيراميدز. جاي قبل الماتش بيومين عشان حابب أتكلم عن المباراة بالتفصيل واكلمك عن كل الحاجات الخاصة بمباراة الزمالك وبيراميدز وازاي الزمالك يقدر يكسب بيراميدز، اللي انا شايفه ان في نوع من انواع التشاؤم عند جمهور نادي الزمالك في مباراه بيراميدز بالذات، لان مباراه بيراميدز كلنا عارفين قد ايه صعوبه المباراه وقد ايه التفوق الفني اللي موجود عند فرقه بيراميدز قبل المباراه. على الورق عندهم لعيبه جامده، فرقه قويه قوي، فرقه بقالها فتره محافظه على الاستقرار الفني، عندهم استقرار اداري، استقطبوا بعض الصفقات في الميركاتو الاخير، ففرقه مش هتكون لقمه سهله لنادي الزمالك. فده اللي مخلي جمهور نادي الزمالك متخوف بعض الشيء من مباراه بيراميدز. فجاي النهارده عشان اقول لك ازاي الزمالك يقدر يكسب بيراميدز، وهكلمك بالبلدي. يعني انا هقعد اتكلم معاك كاننا قاعدين انا وانت على القهوه، هنتكلم بلدي. ازاي الزمالك يعرف يكسب بيراميدز في الملعب، ازاي الزمالك يعرف يكسب بيراميدز في 90 دقيقه، ازاي الزمالك ينزل المباراه دي ياخد 3 نقط هتفرق معاه جدا 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 في بطوله الدوري. لان الزمالك لو قدر يتفوق على بيراميدز ماتش ب6 نقاط، على اقل تقدير الزمالك مش هيخلص الموسم ده اقل من المركز الثاني. ده ان ما كانش الزمالك ممكن ياخد بطوله الدوري. ده اللي قلته لك بعد مباراه زد وبعد انتصار نادي الزمالك اللي كان صعب برضه في الماتش اللي فات على فرقه زد. فهستأذنك لو تتأكد انك عامل سبسكرايب، اشتراك في القناة. النهارده في حديث عن مباراة بيراميدز، وهجي لك قبل الماتش بيوم عشان اكلمك عن ما قبل مباراة بيراميدز في حتة بقى التشكيلة، وان انا اتفرج على القائمة بتاعة الماتش عشان اعرف مين اللعيبة اللي جاهزة، والكابتن معتمد جمال يلعب ازاي، ويوريتشيتش هتلعب ازاي. هنتكلم عن التفاصيل دي النهارده وهأكدها لك ان شاء الله في فيديو تاني قبل مباراة بيراميدز بليلة. ماتش بيراميدز ماتش صعب، ولكن لو جينا بصينا على تاريخ المواجهات بين الزمالك وبيراميدز، الزمالك متفوق على بيراميدز، الزمالك متفوق تفوق واضح. الزمالك كعبه عالي على بيراميدز من ساعه ما بيراميدز ده تم تاسيسه. بيراميدز تم تاسيسه عام 2018، من يوم ما تاسس. سيبك بس من النقطه بتاعت اصل بيراميدز خد مكان الزمالك والهري اللي احنا بنقعد نسمعه ده، سيبك من النقطه دي خالص. لان في وجود بيراميدز الزمالك حقق كل البطولات اللي ممكن يحققها. الزمالك حقق دوري وحقق كاس وحقق كونفدراليه وحقق سوبر مصري وحقق سوبر افريقي، حقق كل البطولات اللي هو قادر على تحقيقها في وجود فرقه بيراميدز. ولكن في موضوع المواجهات المباشره، انا كعب عالي على بيراميدز، بس في رقم وحش قوي في الفتره الاخيره، ان احنا ما كسبناش بيراميدز من دوري 2022. انت لك ان تتخيل ان احنا بقالنا 4 سنين ما كسبناش بيراميدز في الدوري. وهو طبعا ما كسبش كل الماتشات، كان في ماتشات كتير انتهت بالتعادل، بس فكره ان انا اوصل لمرحله ان انا ما بتفوقش على بيراميدز في بطوله الدوري دي حاجه صعبه قوي. بكسب بيراميدز في السوبر، بكسب بيراميدز في الكاس، ولكن في بطوله الدوري بقالنا فتره طويله ما كسبناش بيراميدز. فاتمنى ان الموضوع ده يتكسر في الماتش الجاي يوم الاحد، لان ده يعتبر اهم ماتش ممكن تواجه فيه بيراميدز في الفتره الاخيره. ماتش ب6 نقط، ماتش هيحدد بنسبه كبيره انت عايز ايه من بطوله الدوري. هل انت عندك الجديه لانك تكمل في المنافسه؟ لو كسبت ماتش بيراميدز هتخش ماتش انبي وماتش الاتحاد، عندك دوافع عاليه قوي، فهتقدر تحقق 6 نقاط هيفرقوا معاك قبل بدايه مدعكه مجموعه التتويج. مجموعه التتويج اللي هيكون فيها 7 فرق، 6 ماتشات. 6 ماتشات يعني اجرك الله، حاجه صعبه قوي. وبس احنا مصدقين ان الزمالك يقدر، احنا عندنا ايمان ان الزمالك يقدر. الزمالك عنده بعض المشاكل، الزمالك عنده بعض الظروف اللي مش افضل حاجه، ولكن الزمالك قدر يتغلب على الظروف دي في الفتره الاخيره بقياده الكابتن معتمد جمال، وحط الفرقه في مكانه كويسه قوي، وخلانا يعتبر احنا من احسن الفرق اللي بتلعب كره في الدوري. لو جيت بصيت كده على كل فرق الدوري هتلاقي الزمالك من اميز الفرق اللي بتمارس كره القدم في بطوله الدوري المصري. افضل بكتير من النادي الاهلي، افضل بكتير من فرق كتير في الدوري، افضل بكتير من سيراميكا. يعني على الرغم ان سيراميكا عرف يكسب الزمالك ويخرجهم بطوله الكاس، ولكن الماتش ده كان ليه ظروف خاصه. لكن على مستوى الكوره اللي بيقدمها نادي الزمالك، انا بشوف ان الزمالك وبيراميدز هم احسن فرقتين بيلعبوا كوره الموسم ده. فانت بتتكلم على قمه الدوري يوم الاحد الجاي، ماتش مهم قوي، وافضل اكد عليك انه ماتش مهم قوي. وقبل ما نخش بقى في الكلام البلدي وكلام الماتش، قوم اعمل لك حاجه سخنه زي اللي انا بشربها دي عشان تقعد تستمتع، لان انا جاي لك بالزتونه، جاي لك بكل ما يخص مباراه الزمالك وبيراميدز من الحته الفنيه. هنعمل فيها محللين دلوقتي، هعمل لك فيها تامر بدوي، هعمل لك فيها احمد عز، هعمل لك فيها احمد عفيفي. بيراميدز فريق على الورق فريق مرعب، على الورق فريق على مستوى كل الخطوط عنده عنصر واثنين وثلاثه. هل هو فريق ما بيخسرش؟ لا، فريق بيخسر عادي جدا. والموسم ده بيراميدز عنده تذبذب في المستوى، على مستوى الدوري وعلى مستوى برضه بطوله دوري الابطال. مش كل الماتشات بيراميدز بينزل بيلعبها
تحس انك بتتفرج على فرقه ما تخسرش، لا يخسر عادي. يعني اقرب مثال احنا اخر 10 ماتشات لبيراميدز، لو جينا بصينا على اخر 10 ماتشات بيراميدز كسب 7 ماتشات ولكنه تعادل مباراتين وخسر مباراه. المباراه اللي خسرها بيراميدز بالمناسبه كانت في بطوله الدوري، خسر من فرقه سموحه. سموحه قدر يتفوق على بيراميدز بطريقه معينه، احمد عبد العزيز ساعتها قدر انه يقفل على مفاتيح بيراميدز الخطيره ويلعب على التحولات. بيراميدز كان عنده مساحات، قدر سموحه انه يخطف الماتش من بيراميدز ويخطف منه الثلاث نقط. وهي دي غالبا الطريقه اللي انت لازم تلعب بيها. ما ينفعش تنزل تلعب مع بيراميدز جيم مفتوح، ما ينفعش تنزل تلعب مع بيراميدز راس براس في الملعب، ما ينفعش تنزل فاتح له خطوطك. انت لازم بنسبه ما انك تسيب الكره لبيراميدز، لانه عنده الامكانيات وعنده القوه البدنيه وعنده وسط الملعب المرعب اللي هكلمك عليه برضه. لازم تسيب له الكره نسبيا وتبتدي تستقبله انت وتلعب على التحولات، لان انت مميز قوي في الحته دي، مميز جدا في فكره التحولات والاستفاده من مساحات اي فرقه بتهاجمك او اي فرقه بتحاول تاخد الاستحواذ منك. فبيراميدز الطريقه اللي هو بيلعب بيها يوريتشيتش بيلعب بطريقه ال4-3-3، بيلعب باحمد الشناوي في حراسه المرمى. خط الدفاع عنده متغير شويه، بيبقى في الفتره الاخيره ثابت عنده محمود مرعي، وفي نفس الوقت بيغير اللي جنبه، ساعات بيلعب باسامه جلال، ساعات بيلعب بعلي جبر، ساعات بيلعب باحمد سامي، ولكن بنسبه كبيره الاثنين اللي هيلعبوا هم الافضل فيهم اسامه جلال. لا مش اسامه جلال، الاثنين اللي هيلعبوا احمد سامي ومحمود مرعي، هم دول الثنائي اللي هيبداوا في خط دفاع فرقه بيراميدز. اما عن الباك الشمال عنده مشكله في الباك الشمال، عنده مشكله كبيره في الباك الشمال، لانه بيلعب بكريم حافظ اللي هو مش باك شمال، بيلعب بيه في المركز ده. وكريم حافظ لما غاب عنه ماتش لعب الماتش اللي فات بحامد حمدان لاعب وسط الملعب في مركز الباك الشمال، فعنده مشكله في الحته دي. وده يفيد نادي الزمالك جدا، لان الزمالك مميز قوي من ناحيه اليمين بتاعته. الزمالك مميز قوي في الناحيه اللي بيكون موجود فيها اخوان بزيره، فانه يكون عنده ازمه في الحته اللي انت مميز فيها، انا شايف ان دي بوتنشال عاليه لنادي الزمالك في ارض الملعب وفي ال90 دقيقه. اما لو جيت بصيت الناحيه الثانيه فحدث ولا حرج، اهم لاعب في فرقه بيراميدز محمد الشيبي، الباك العصري، باك يمين كما ينبغي ان يكون، هو ما يعتبرش باك يمين في فرقه بيراميدز. يوريتشيتش عنده محمد الشيبي، ده هو اهم محور هجومي في فرقته. محمد الشيبي لعيب مرعب، لعيب عنده مشاكل على مستوى الحته الدفاعيه، ولكنه في الحته الهجوميه افضل من وينجات كتير في الدوري المصري. لعيب ممكن يرفع الكره العرضيه من عند الشناوي على راس فيستون مايلي، عنده الدقه والاكيوريسي بتاعت العرضيات وبتاعت اللونج بول وبتاعت نقل الكوره مش طبيعيه. فمحمد الشيبي واحد من اخطر الاوراق في فرقه بيراميدز، وهو الباك اليمين بتاعهم اللي هيكون موجود في مباراه الزمالك. خش لي بقى على نص الملعب. نص ملعبهم احنا عانينا في نص ملعب، كان في محمود صابر والبنوبي والصغيري وكباكا، ما بالك بنص ملعب بقى بيراميدز؟ حاليا بقى عندهم حامد حمدان متالق معاهم في الفتره الاخيره، عندهم مهند لاشين، عندهم وليد الكارتي، وضيف عليهم كمان ان هم عندهم ناصر ماهر. فنص ملعب مش طبيعي، نص ملعب مرعب، نص ملعب متكامل من الحته الدفاعيه في وجود 2 لعيبه اقوياء جدا بدنيا زي مهند لاشين وحامد حمدان. وكلمني عن نص ملعبه الهجومي في وجود ناصر ماهر اللي بقى هداف الدوري من ساعه ما انضم ليهم وهو بيطلع نار من بقه، ووجود وليد الكارتي اللي هو واحد من اعلى اللعيبه الجوده في الكره المصريه في الفتره الاخيره. فده نص ملعبهم. فبالنسبه لي الاقرب ان الثلاثه اللي هيلعبوا هيبقى مهند لاشين في مركز الديفندر، جنبه حامد حمدان في مركز 8 عشان يامن نص ملعبه من الخطوره اللي موجوده عند نادي الزمالك، وهيلعب قدامهم بوليد الكارتي، وممكن يخلي ناصر ماهر كورقه معاه موجوده على الدكه. اما عن خط الهجوم فبيلعب وينج يمين عنده مصطفى فتحي، وساعات بيلعب محمود زلاكا، ولكن اعتقد ان اللي هيلعب مصطفى فتحي لو جاهز بنسبه كبيره. والناحيه الثانيه بيلعب بقطه، وساعات بيلعب بمصطفى زيكو، ولكن اللي هيلعب المباراه دي هو قطه، وهيلعب بالمهاجم فيستون مايلي، ودول اقرب 11 يبدا بيهم يوريتشيتش المباراه. طبعا وانا بقول لك التشكيله انت عرقت وتعبت وقعدت تتخيل ان احنا هنلاعب مانشستر سيتي. هو احنا فعلا هنلاعب مانشستر سيتي؟ احنا فعلا هنلاعب اتقل فرقه من حيث الجوده ومن حيث قوه اللعيبه اللي في الملعب على مستوى كل الخطوط في قاره افريقيا. فرقه بيراميدز هي فرقه مرعبه، ولكن ازاي تكسبها ده اللي انا جاي لك فيه بقى. كلمتك على انهم عندهم مشكله في الباك الشمال في ظل عدم جاهزيه كريم حافظ، وان هم لما عملوا تعاقد راحوا تعاقدوا مع محمد حمدي من انبي اللي هو كان بيلعب في نادي الزمالك، لعيب مش بالجوده العاليه فما بيلعبش كتير معاهم. المشكله الثانيه المساحات اللي موجوده ورا محمد الشيبي. ما هو محمد الشيبي على الرغم ان هو ورقه هجوميه مهمه جدا ومحور هجومي مهم جدا يوريتشيتش، ولكنه برضه سبب من اسباب الاهداف اللي بيراميدز بيستقبلها. لان لو رجعت لاخر 10 ماتشات بيراميدز كسب 7 ماتشات منهم، لكن اغلب الماتشات اللي بيراميدز بيكسبها بيستقبل اهداف، واقربهم ماتش المحله
ماتش المحله، غزل المحله قدر يسجل في بيراميدز، سموحه قدر يسجل في بيراميدز، انبي قدر يسجل في بيراميدز، باور ديناموز في دور المجموعات في بطوله دوري الابطال قدر يسجل في بيراميدز. ففرقه عندها مشاكل في المنظومه الدفاعيه، لازم الكابتن معتمد جمال يقراها كويس عشان يقدر ينزل الملعب يستغلها، عشان تقدر تتفوق على فرقه بيراميدز وتستغل اي فرصه تجيلك في المباراه. انت بتتكلم على ماتش خلاص بيراميدز دلوقتي بقى ضلع ثالث في المنافسه، ماتش قمه، ماتش ب6 نقط تكسبه، دوافع ما احلاها، دوافع ممكن تخليك بطل الدوري لو قدرت تكسب ماتش بيراميدز بتاع يوم الاحد ده. لكن على المستوى الفني لازم الكابتن معتمد جمال اللي فات حماده واللي جاي ده حماده تاني خالص. سيبك من اي حاجه فاتت، سيبك من اي صعوبه انت واجهتها قدام المصري، قدام بتروجيت، قدام سيراميكا، قدام كايزر، قدام زد، قدام اي فرقه لعب الكوره قدامك بشكل كويس. سيبك من كل ده، انت بتتكلم على اتقل فرقه في قاره افريقيا في الوقت الحالي. فالناحيه الثانيه بقى انا المفروض برؤيتي عامه لفرقه بيراميدز، ايه المشاكل اللي عندهم؟ مشكلتين في خط الدفاع. المشكله الاولى قلتها لك وانا بقول لك التشكيله، المساحات اللي ورا محمد الشيبي. محمد الشيبي بيسرح، محمد الشيبي حاسب نفسه ان هو وينج، مش حاسب نفسه ان هو باك، مش حاسب نفسه ان هو ظهير ايمن، حاسب نفسه ان هو وينج ايمن. وده على فكره بيبقى تعليمات من المدير الفني. يوريتشيتش هو اللي مبلغ محمد الشيبي ان الخطه في الاغلب بتقلب ل 3-4-3، بيلعب بالثلاث مدافعين وبيخلي محمد الشيبي هاف يمين. فبيبقى في مساحات كبيره قوي ورا محمد الشيبي لازم يستغلها اخوان بزير. نفس الكلام الناحيه الثانيه، لو لعب بمحمد حمدي او لعب بكريم حافظ او حتى لعب بحمد حمدان في مركز غير مركزه، دي نقطه انت لازم تستغلها. ضيف على كده قله التناغم بين الثنائي الدفاعي. الثنائي الدفاعي عندهم على مدار كل السنين اللي احنا اتفرجنا فيها على بيراميدز عندهم مشاكل في التمركزات، وده اللي احنا قدرنا نستغله في نهائي كاس مصر لو تفتكر. على الرغم من ان بيراميدز كان متقدم على نادي الزمالك، ولكن بهجمه بلعبه من احمد فتوح جرى فيها ناصر منسي قدرت تسجل هدف التعادل. عندهم مشاكل دايما في استقبال الهجمات المرتده. احمد سامي بطيء، لعيب قوي جدا دفاعيا ولكنه بطيء. والناحيه الثانيه محمود مرعي ده انا بحبه جدا بصراحه، بس عنده عيوب على الارض. هو لعيب كورته مميزه وشبيه شويه بمحمد عبد المنعم ومحمد اسماعيل، وبشوفه من احسن المدافعين في الكره المصريه، ولكنه عنده مشاكل على الارض. عنده مشاكل لما بيقابل مهاجم فيس تو فيس على الارض، الكرات الارضيه بيبقى عنده مشكله في استقبالها. فانت عندك مشكله عند الاثنين مدافعين، الاثنين مساكين في التمركزات. عندك مشكله في الاثنين الظاهرين اليمين والشمال في المساحات اللي بيسيبوها. فده انت لازم تستغله بنفس الطريقه اللي انت استغليت بيها مباراه زد. لما كلمتك على ماتش زد الاثنين شبه بعض في حته المشاكل الدفاعيه. مشكله عند الباك اليمين، مشكله عند الباك الشمال في تغطيه المساحات والارتدادات الدفاعيه. فانت في التحولات هيكون شكلك مرعب، وفي نفس الوقت كرات الثابته. يا جماعه انا والله العظيم 3 نسيت اخر مره الزمالك سجل جول من كره ثابته، من فاول على حدود 18، من ضربه ركنيه. تنفيذ سيء سيء سيء. والماتشات اللي زي ماتش بيراميدز ده انت ممكن تخطفه بكورنر، تخطف 3 نقط 1-0 بكورنر لو عندك واحد لعب الضربه ركنيه بكفاءه عاليه، وكان عندك لاعب متمركز بشكل صحيح في ال 18 بتاع المنافس. فلازم تستغل اي حاجه، اي فرصه تجيلك في المباراه. كره ثابته من على حدود 18، فاول من على حدود 18. نسيت شكل الناس اللي بتشوط الفاولات عامل ازاي. احنا اخر مره جبنا جول من فاول امتى؟ اللي يعرف يقول لي في الكوره. اخر مره الزمالك سجل هدف من فاول امتى؟ والله العظيم ناسي، اقسم بالله ما في حد في بالي اصلا. والكورنرات عندي عبد الله السعيد بيرفع كويس، ولكن بحس ان عبد الله الفتره الاخيره مش ما عندوش الكفاءه. محمد شحاته ما عندوش الكفاءه. اخوان بزيرة حتى لما بيلعب ضربات ركنيه برده ما عندوش الكفاءه. لازم يكون في تمرينات زياده على الكرات الثابته دي، تفرق معايا في بطوله. اتفرج على ارسنال في الدوري الانجليزي، لو خد الدوري هيكون بسبب الكرات الثابته. الكرات الثابته دي بتحسم بطولات. ثواني يا عم، خد بق يا عم. عملت لايك يا اسطى؟ يعني لو عملتش لايك والله العظيم مش عارف انت مستني عشان تعمل لايك يعني. بس يا سيدي، فدي المشاكل اللي عند بيراميدز. اما عن خطهم الهجومي فما عندهمش مشاكل يا جماعه. عندهم فيستون مايلي ده مرعب، ده مرعب، افضل مهاجم في قاره افريقيا. الموسم ده هو مش افضل حاجه رقميا، ولكن فيستون مايلي يفرق. فيستون مايلي على مستوى السرعه، على مستوى انهاء الفرص اللي بتجيله، على مستوى الرأسيات، على مستوى الدريبل بالكره، لعيب مش طبيعي، لعيب مش طبيعي. وخلي بالك برضو ان هو بيخدم عليه مين؟ بيخدم عليه مصطفى فتحي، وبيخدم عليه زلاكا، او بيخدم عليه ناصر ماهر، او بيخدم عليه قطه. 4 5 6 لعيبه موجودين في ايه يا جدعان السكواد ده؟ انتوا ليه مكبرين الموضوع قوي؟ ده احنا بنلعب دوري مصر يا ابويا. فده بالنسبه لفكره المشاكل اللي موجوده عند فرق. انت بقى تلعب ازاي؟ انت كزمالك بقى تلعب ازاي؟ هتلعب بطريقه ال4-3-3، ولكن ما ينفعش تبدا بنفس الاسامي اللي بدات بيها
مباراه زد، انت كل اللي مطلوب منك انك تنزل تلعب بال4-3-3 بالوينجين الصراح ولكن باسامي صح. يعني هتلعب بخطك الدفاعي في ظل غياب محمود حمدي الونش اللي بنتمنى له طبعا الشفاء. اتاكد النهارده ان محمود حمدي الونش برضو غايب عن مباراه بيراميدز. فهتلعب بمحمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، ولازم الاثنين يركزوا. لازم الاثنين يركزوا. السرحان اللي حصل في الجون بتاع الواد رأفت خليل في ماتش زد، السرحان ده لو فيستون مايلي شم ريحته هيبلعنا. ما فيهاش الغلطه ببطوله دلوقتي، الغلطه ببطوله، الغلطه بمشاكل كتير قوي. احنا في غنى عن الكلام ده. فالتركيز ثم التركيز ثم التركيز من الثنائي الدفاعي محمد اسماعيل وخصوصا حسام عبد المجيد. هتلعب باك يمين محمد ابراهيم، ما ينفعش ابدا بعمر جابر، لان عمر جابر لو بدا هيبقى عندي مشكله كبيره دفاعيا في استقبال مصطفى فتحي. محمد ابراهيم هيعرف يجاري مصطفى فتحي في الحته البدنيه، ومحمد ابراهيم واضح ان هو خلاص بدا يكون شخصيته وعنده الحته الدفاعيه فيها حماس عالي، فلازم استفيد من حتى عنصر الشباب. عمر جابر بطيء، عمر جابر مش مركز في الفتره الاخيره، وعمر يبقى معايا ككابتن على الدكه، ولو حصل حاجه لا قدر الله ابقى انزله الشوط الثاني. لكن اللي يبدا المباراه دي هو محمد ابراهيم. خلي بالك ان انت لازم تبدا الماتش بالاسامي الصح. عايز تكسب الماتش ده ابدا بالاسامي الصح عشان السيناريو بتاع ال90 دقيقه يخدمك. لكن هتبدا باسامي غلط وهو مثلا يسجل فيك وانت تبتدي بقى انك تحاول ترجع في الماتش، مش هيسيبك، مش هيسيبك. ده مختلف عن كل فرق الدوري. ده زيه زي الاهلي، مختلف عن اي فرقه في الدوري. لو ركب الجيم نفسيا انت صعب جدا انك تعوض، هيبقى صعب جدا 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 انك تعوض. فاللي يبدا محمد ابراهيم. الناحيه الثانيه طبعا هتلعب بمحمود بنتايج، وهيكون عليه دور كبير محمود بنتايج هجوميا ودفاعيا، وخصوصا دفاعيا في استقبال محمد الشيبي. وده اللي هيخليني اقول لك مين اللي يلعب وينج قدام بنتايج، بس ده قدام. هتلعب في مركز الديفندر باحمد ربيع بقى، خلاص بقى. يعني انا هقول احمد ربيع بقى واتجعز بقى، يعني هقول احمد ربيع اللي هو مين؟ احمد عفيفي ناو. مين اكتر واحد يا ابني قال لك احمد ربيع ده لازم يلعب؟ لازم يلعب ولازم يكون موجود في ماتش بيراميدز. احمد ربيع في مركز الديفندر هيفرق جدا 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 مع نادي الزمالك في ملحمه وسط الملعب مع العتاوله والمعلمين اللي موجودين في فرقه بيراميدز. وليد الكارتي بقى، بمهند لاشين، بحامد حمدان، بناصر ماهر، بقطه، بايا كان الاسم اللي هيلعب، ايا كان مين، هو لعيب جامد. والحمد لله ان بلاتي توريه مشي، او بلاتي توريه ده كان معلم من المعلمين بتوعه، الحمد لله ان هو مشي. فتلعب باحمد ربيع في مركز الديفندر، جنب منه محمد شحاته، ودي الاثنين واجبات دفاعيه. يعني محمد شحاته بقى مش بوكس تو بوكس، هو 6 بس 6 متقدم شويه، العب ب2-6 في الماتش ده. العب باحمد ربيع ومحمد شحاته، الاثنين هيعملوا لك ميكس دفاعي عالي قوي. هيبقى احلى من الميكس اللي هو اللبن بالشوكولاته. حقك عليا، حقك عليا. قدامهم هتلعب بمين؟ انا من وجهه نظري تلعب بمحمد السيد. العب بمحمد السيد اللي ما عندوش خبرات؟ لا بقى عنده. العب بمحمد السيد اللي مش متودك؟ لا بقى متودك. محمد السيد يا جماعه سبب رئيسي في اهداف كتير لنادي الزمالك بالحماس الزياده اللي عنده. لعيب عنده حتى الحته الدفاعيه عاليه، هو لعيب صانع العاب، بس لعيب في نص الملعب بيكسب معظم الثنائيات اللي بيخشها بالحماس وبالالتحامات وبالتاكل وبيموت على الكوره. ده لازم يشارك في ماتش بيراميدز في بدايه الماتش. ده هيكون عنصر اساسي في انتصاري في معركه نص الملعب. محمد السيد. عبد الله مش هينفع، ان انا قلت لك عبد الله ما ينفعش يلعب قدام محمود صابر وقدام كباكا وقدام الصغيري، ما بالك قدام حامد حمدان ومهند وناصر ماهر؟ مش هيعرف. عبد الله سيبه معاك على الدكه، وخلي عبد الله ورقه خبره تستخدمها الشوط الثاني. ينزل بقى لو انت متقدم، يقدر يمسك لك رتم اللعب، يقدر يوزع كرة بشكل صحيح، يقدر يستفيد من المساحات اللي عند بيراميدز. فورقه مهمه جدا تكون معاك على الدكه. حتى لو السيناريو لا قدر الله ان بيراميدز هو اللي متقدم، عبد الله ينزل الشوط الثاني، ينزل حتى المعدل البدني بتاع لعيبه نص الملعب يكون قل، فعبد الله ينزل عنده الباور مشحون على الاخر، يكون عبد الله نازل مشحون 100%، فعبد الله ما يلعبش واللي يبدا محمد السيد. اما عن خط هجومك فمن وجهه نظري وينج يمين اساسي خوان بيزيرا، خلاص ده لا خلاف عليه، وان شاء الله هيكون نجم من نجوم الماتش بسبب المشاكل اللي عند محمد الشيبي في المساحات. اما وينج شمال بقى العب باحمد فتوح. والله احمد فتوح، ليه احمد فتوح هيفيدني دفاعيا مع محمد الشيبي، لان احمد فتوح من اللعيبه اللي عرفت ترخم على محمد الشيبي في اكتر من مباراه، وخصوصا في ماتش الكاس الاخير. وبنتايج موجود، والاثنين هجوميا هيكونوا مرعبين. يعني وجود الاثنين هيساعدني جدا دفاعيا، ان الاثنين اصلا ككواليتي دفاعي عالي قوي، وهيستقبلوا اخطر محور هجومي في فرقه بيراميدز اللي هو الشيبي. وفي نفس الوقت الاثنين هجوميا بيعملوا تناغم كده، بيفتح لك انت محور هجومي.
فوجود المعلم احمد فتوح كوينج شمال في مباراه بيراميدز هو شيء حتمي، هو شيء ضروري. ما ينفعش ابدا الماتش ده باحمد شريف، ما ينفعش. ممكن تجي لي فرصه يضيعها احمد شريف، ساعتها انا بقى اتشل لحد ما الماتش يخلص. فاحمد شريف ما ينفعش، شيكو بنزا اكيد ما ينفعش لانه مش لعيب كوره. اللي لازم يلعب مباراه بيراميدز في مركز الوينج الشمال هو احمد فتوح. اما عن مهاجم الفرقه بقى العب بمين؟ ده ممكن بقى الناس تختلف معايا فيه شويه. انا من رايي اللي يبدا مهاجم في ماتش زي ده مش ناصر منسي، لا ناصر منسي اسيبه على الدكه، لان ناصر منسي مجهد جدا في الفتره الاخيره. عمل ماتش عظيم قدام زد، ناصر من اهم اللعيبه في نادي الزمالك، بس انا عايز مهاجم ديناميكي اكتر، عايز مهاجم متحرك اكتر، عايز مهاجم دريبلر بالكره اكتر. مين بقى اللي يعمل الكلام ده؟ عدي الدباغ في التشكيله من وجهه نظري. طبعا المهدي سليمان، نسيت اقول المهدي في حراسه المرمى، باك يمين محمد ابراهيم، باك شمال محمود بنتايج، محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد ثنائيه دفاعيه. نص ملعبك لازم يكون معدل الاعمار بتاعه قليل عشان يكون عندهم المعدل البدني عالي في التعامل مع نص ملعب بيراميدز القوي جدا جدا جدا. احمد ربيع، محمد شحاته، وقدامه محمد السيد. وخط هجومك خوان بزيره، احمد فتوح، وعدي الدباغ. وعندك دكه تقدر تستخدمها في اي سيناريو من سيناريوهات المباراه. بيراميدز اتقدم، عندك دكه انها تفرق معاك. بيراميدز متاخر وانت اللي متقدم، عندك دكه تستغل المساحات اللي هتكون عنده. فلازم تكون قاري الجيم بشكل مثالي وتستغل الاخطاء والمشاكل اللي موجوده عندهم. يعني زي ما بقول لك، لو رجعنا لاخر الماتشات المحله سجل فيهم، سموحه كسبتهم وكسبتهم بالتحولات، وعندك انبي كانت المفروض تكسبهم. هم كسبوا انبي اصلا بضربه جزاء ظلم اللي خدها ناصر ماهر، وكان انبي عامل عليهم ماتش كبير جدا. فماتش على الورق صعب، امكانيات رهيبه عند بيراميدز في الفرقه بتاعتها، ولكن ماتش انت تقدر تكسبه، انت بتقدم كره ممتازه. والاهم بقى من الفنيات، لان الماتش ده مش فنيات بس، الماتش ده فيه عامل تاني بعيدا عن عامل الجمهور اللي الزمالك هيخسره او مش هيخسره. النهارده الجروب طبعا الوايت نايتس نزلوا بيان ان هم مش هيكونوا موجودين في ماتش بيراميدز، لان الماتش بيتلعب في الدفاع الجوي. كامل الاحترام ليهم ولقرارهم، ما اقدرش افتح بقي في حاجه زي كده لان ده مبدا عند الناس دي. الفريق كان محتاجك، انت كان لازم تكون موجود، او كان ممكن تعمل استثناء، ولكن الاستثناءات ما ينفعش انك تعملها في حاجه ليها علاقه بالمبدا وحاجه ليها علاقه باخواتك اللي راحوا. انا معاهم جدا في القرار، وانا كده كده اصلا ما بحضرش الفتره الاخيره، ولو كنت هحضر كنت هحضر ماتش بيراميدز ده عشان اهميته. ولكن بعد ما عرفت ان هو في الدفاع الجوي، طبعا الدفاع الجوي ده يا جماعه يعني ما ينفعش ان انت تحضر فيه ماتش وتتغنى وتفرح بفريقك في مكان اصلا. يعني انا كان نفسي اصلا مجلس اداره نادي الزمالك، في ظل ما انت عندك المعلومه دي وعارف ان انت من غير جمهورك انت مش تعمل حاجه. انت الماتش الوحيد اللي غاب عنك جمهورك فيه كان ماتش سيراميكا خسرته. فكان المفروض ان انت حتى يا عم بناء على العلاقه الطيبه اللي بينك وبين بيراميدز، اطلب يا عم ان انا العب الماتشين في ملعب محايد، العب الماتشين في هيئه قناه السويس، العب الماتشين في برج العرب. بلاش الدفاع الجوي، لان عارف ان جمهورك اللاعب رقم واحد في الفرقه مش هيكون موجود. ولكن مجلس الاداره طبعا يعني الحاجات اللي بتيجي على بالي دي اكيد ما بتجيش على باله. ما علينا، بس جمهور الزمالك في نسبه كبيره حجزت وفي نسبه كبيره هتكون موجوده. تنظيم المدرج مش هيكون بالشكل اللي انت بتشوفه في الفتره الاخيره، من حيث الهتافات ومن حيث الضغط على اللعيبه ومن حيث تحميس اللعيبه بتاعت نادي الزمالك في الملعب ومن حيث الشغف والروح والى اخره. مش هيبقى بنفس التيمه او مش بنفس الشغف او مش بنفس الروح. ولكن جمهور الزمالك هيكون موجود، في ناس كتيره حجزت، في ناس كتيره هتروح ورا الزمالك، هتعمل اللي بتعرف تعمله. وان شاء الله المدرج يبقى شكله حلو في الماتش ده، وان شاء الله يكونوا عامل مؤثر على المباراه، ولكنه مش هيكون بالتاثير اللي احنا شفناه من جمهور الزمالك لما يكون الجروب او الشباب اللي بيكونوا موجودين في المدرج موجودين، لان هم بيعملوا شكل وبيحضروا هتافات معينه للمباراه وبيخلوا عامه رتم المباراه بالنسبه لهم واحد. ما فيش حد بيكسل، ما فيش حد بيقعد. ولكن كامل الاحترام لاي راجل جدع برضه هيكون موجود ورا الزمالك في ماتش الزمالك وبيراميدز في الدفاع الجوي، وان شاء الله ان شاء الله يكونوا سبب من اسباب انتصار نادي الزمالك. وانا كنت بقول ايه اصلا دخلني في النقطه دي؟ العوامل. انت مش تكسب ماتش بيراميدز كوره بس، عشان ما تبقاش غلبان وفاكر ان ماتشات بيراميدز وماتشات الاهلي دي لما بتتكسب كوره. انت ياما كنت احسن من بيراميدز وبيراميدز كسبك، انت ياما بيراميدز كان احسن منك وانت كسبته، انت ياما الاهلي كان احسن منك وانت كسبته، انت ياما الاهلي انت كنت احسن منه وهو كسبك. الماتشات اللي زي دي عايزه صياعه وعايزه معلمه وعايزه لعيبه عندها خبره وعايزه حوارات وعايزه نوش وعايزه اضيع وقت وعايزه اضغط على الحكم. عايز منك كلاعب انك نازل تلعب ماتش تكون قاري ازاي اكسب الماتش ده، ازاي اكسبه بعيدا عن الكوره مهمه طبعا. انت مش تكسب وانت ما عندكش، لو انت ما عندكش كوره مش تكسب، ولكن هو فارق عنك
نسبيا في الجوده والاستقرار والصفقات، وحامد حمدان وعوده الفخوري وناصر ماهر وسكواده طبعا المرعب فارق عنك في الحته دي. فارق عنك ان هو ما عندوش ضغوطات، هو ما عندوش ضغوطات جماهيريه، وده اللي بيميز بيراميدز اصلا. ما فيش جماهير بتضغط على اللعيبه دي. لعيب بروح العب، كسبت خسرت مش فارقه، كده كده باخد اعلى عقود في الكره المصريه بس. فانت اللي مضغوط، ولكن انت تقدر تستغل الضغط اللي عندك وجماهيرك اللي انت عارف انها في ظهرك لصالحك انت. اضغط على الحكم، خد يا عم اقول لك على حاجه، خد من الحكم حاجه مش من حقك، بس انزل حس الاجواء، حس الماتش، نوش، تخبيط، الثنائيات تبقى بتاعتك، السكند بول تقاتل عليه، ما تبخلش بنقطه عرق في ماتش زي ده. تنزل على اقل تقدير جايب 150% من مستواك عشان تقدر تكسب بيراميدز. فدي الحته اللي هي ليها علاقه بشخصيه اللاعب وعقليه اللاعب في الملعب، بيتعامل ازاي. بلاش بقى سكه الطيبه واصل زمايلي واصل صحابي في المنتخب واصل صحابي بره الملعب. انزل عشان خاطر الفريق، قاتل عشان خاطر الفريق في اطار الكوره. انا ما بقولكش انزل اعمل مشكله، ما بقولكش انزل اضرب حد، بس في اطار الكوره. الكوره مش دايما بتكسبها بالفنيات بس، لا، في حاجات بعيدا عن الفنيات تخليك تكسب كوره. لو فنياتك قليله، لو فنياتك اقل منهم بكتير تقدر تكسبهم بس. فدي حاجه لازم تكون عند اللعيبه، ولازم اللي يبلغها بيهم الكابتن معتمد جمال، ان انت تنزل تلعب الماتش ده كانه اخر ماتش في عمرك، كانه ماتش اعتزالك عشان تقدر تكسبه. بس ما اعتقدش ان في حاجه تانية ممكن نتكلم عليها غير اهميه الماتش. الماتش ده لو الزمالك كسبه هيفرق 3 نقط عن بيراميدز. الله اعلم الاهلي وزد قبليها بيوم الماتش اللي هيتلعب بكره هيكون عامل ازاي. بكره لا، الاهلي وزد يوم السبت، يوم السبت بعد بكره، الله اعلم. وارد تكون يحصل نتيجه في الماتش ده تفيد نادي الزمالك، سواء بتعادل زد مع النادي الاهلي او ان شاء الله فوز زد على النادي الاهلي. ده هيفرق معاك جدا على مستوى النفسيه. ولو الاهلي كسب هيكون عندك نفسيه برضو ان الاهلي هو اللي هيركب صدار الجدول ترتيب الدوري قبل ماتشك مع بيراميدز. فلو بيراميدز كسبك او لا قدر الله تعادلتوا انتوا الاثنين، هيبقى الاهلي هو التعادل على فكره برضو هيكون في مصلحه الزمالك، انك هتحافظ على ان انت لسه موجود، هيكون في مصلحه الزمالك. بس الافضل بكتير انك تكسب ماتش ب6 نقط، ماتش يفرق معاك قوي في شكلك في ترتيب الدوري، تحافظ على صدار الجدول ترتيب الدوري، تفرق عن بيراميدز ب3، هتبقى فارق عن سيراميكا ب3 نقط. الله اعلم سيراميكا هيعمل ايه برضو في الجوله الجايه اللي هو هيلعبها، وانت برضو سيراميكا سابقك بماتش، ففي 3 نقط كمان، وفي نفس الوقت هتبقى سابق عن الاهلي بنفس النقطه اللي انت سابق عنه فيها لو هو كسب مباراه زد. اما لو الاهلي خسر ان شاء الله او اتعادل مع زد، فانت تنزل تكسب، يبقى فارق عن الاهلي بحوالي 3 نقط. فارق عن 3 نقط تبقى فارق عن الاهلي ب4 نقط لو خسر، وتبقى فارق عن الاهلي بنقطتين لو اتعادل، وتبقى فارق عن بيراميدز ب3 نقاط في حاله انك قدرت ان شاء الله تفوز على فرقه بيراميدز. ده فيديو تحليل فني لمباراه بيراميدز والزمالك، وازاي الزمالك يستغل المشاكل اللي موجوده عند بيراميدز. تقريبا قلت لك على كل النقاط القوه ونقاط الضعف اللي موجودين عندهم. ولو عايزني اقول لك برضو اخطر 5 لعيبه موجودين في بيراميدز، هقولهم لك كده بالترتيب سريعا من الخامس للاول. الخامس من وجهه نظري هو حامد حمدان، اللي دخل مؤخرا على الفرقه وبقى عنصر مؤثر جدا وبيسجل معاهم اهداف وبيروح يلعب باك شمال، لعيب جوكر ولعيب لا خلاف عليه. كان نفسي يكون موجود في نادي الزمالك، ولكن يعني هنعمل ايه؟ طيب هنعمل ايه؟ لعيب كان هيفرق قوي مع نادي الزمالك حامد حمدان ده. ولو جينا نحط في المركز الرابع، هنروح بقى ممكن للاعب من اللعيبه اللي بتتالق معاهم في الفتره الاخيره، وهو قطه. لعيب جامد قوي، لعيب من اعلى لعيبه في بيراميدز السنه دي، لعيب مساهم معاهم بشكل كبير جدا في الموسم الحالي سواء على مستوى الدوري او على مستوى دوري ابطال افريقيا. فقطه بالنسبه لي هو رابع اخطر لاعب في فرقه بيراميدز. اما عن ثالث لاعب ممكن تروح بقى لصديق الامس ومنافس اليوم، اكل العيش ناصر. ما اكل العيش ده الفرقه كلها اكل عيش. انت عندك علي جبر اكل عيش، عندك احمد الشناوي اكل عيش، عندك احمد توفيق اكل عيش، عندك ناصر ماهر اكل عيش، عندك مصطفى فتحي اكل عيش. احنا بنلاعب فرقه الزمالك بي، الزمالك من 3 سنين هي الفرقه بتاعت بيراميدز دي. فعندك ناصر ماهر لعيب خطير جدا، هداف الدوري دلوقتي، هيقرفنا انا عارف، وهيثبت ان هو لعيب كبير في ماتش زي ده، بس ان شاء الله لا. ورقم 2 طبعا فيستون مايلي، المهاجم المرعب، المهاجم السفاح، افضل مهاجم في قاره افريقيا في الوقت الحالي، اللعيب اللي من نص فرصه ممكن يعمل الفرق لفرقه بيراميدز. ورقم 1 بالنسبه لي هو المغربي محمد الشيبي، لكل اللي انا قلته لك لما كنت بتكلم عن تشكيله بيراميدز. بس كده، ما عنديش حاجه تانية اقولها. هيبقى في فيديو تاني هكلمك فيه ما قبل مباراه بيراميدز بعد ما نشوف بقى قائمه الفريق،
ونشوف برضو الافكار، ونشوف بيراميدز القايمه بتاعته مين ممكن يكون غايب عنده، مين ممكن يكون مصاب عنده. ونشوف بعد ماتش الاهلي وزد، لان نتيجه ماتش الاهلي وزد برضو هتفرق في حيثيات مباراه الزمالك وبيراميدز، هتفرق في نفسيات مباراه الزمالك وبيراميدز، لان لو الاهلي تعثر قدام زد قبلها بيوم، الاثنين هينزل، الزمالك وبيراميدز هينزلوا ياكلوا بعض. فهيبقى في فيديو بعد مباراه الاهلي وزد عن ما قبل مباراه الزمالك وبيراميدز، وان شاء الله كامل التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم، ويستمر الزمالك في المسار الصحيح اللي هو ماشي فيه الفتره الاخيره مع الكابتن معتمد جمال، وكامل التوفيق لكل منظومه نادي الزمالك في المرحله الجايه. لو انا اسف ان انا طولت عليك داخل في النص ساعه اهو، بس حبيت ان انا اعمل لك حلقه اشرح لك فيها ازاي نكسب بيراميدز وايه المشاكل اللي عند بيراميدز، ولازم انت كمشجع تصدق ان احنا نكسب بيراميدز. ما تصدرش اليأس، ما تصدرش الشماعات للعيبه، صدر ان انت انت احسن فرقه بتلعب كره في الدوري، انت احسن لعيبه في الدوري، انت اقوى خط هجوم في الدوري، انت عندك لعيبه لا غبار عليها، لعيبه امكانيات عاليه قوي. وصل ده لعيبتك، لان اللعيبه بتتابع كل الكلام اللي احنا بنقوله، وان شاء الله ان شاء الله يوصل لهم الطاقه اللي عند جمهور نادي الزمالك، وان شاء الله يستغلوها بشكل مثالي ويقدروا يكسبوا مباراه بيراميدز القادمه. شكرا ليك، نص ساعه طولت عليك، حقك عليا. واستناني، او لا تعال نقولها بطريقه الكابتن ايمن الكاشف عشان عجبتني في الفيديو ده، الفيديو اللي فات الفيديو اللي فات عجبتني قوي، بصوت الكابتن ايمن الكاشف بيقول لك ايه بقى: وفي النهايه لا يسعني الا شكر حضراتكم اصدقائي اينما كنتم، الى اللقاء.